السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب وطالبات الصف الأول الإعدادي، النهاردة هنبدأ أول درس مع بعض الترم التاني، وهناخد فيه أول ليسون إن شاء الله بطريقة سهلة وبسيطة من غير ما نفوت أي حاجة، ونضمن إن أنت تجيب درجة عالية في الامتحان. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. عندنا يونت 7، دي أول يونت في الترم التاني، طبعا ليسون 1 أو الدرس الأول. العنوان بتاعه How was your weekend؟ How was your weekend؟ What the meaning of this؟ أو إيه معنى العنوان؟ بيسأل كيف كانت عطلة نهاية الأسبوع بتاعتك. تمام. طيب إحنا هنا بنتكلم عن الماضي، عرفنا منين؟ عشان was طبعا ماضي، فهنقول تاني How was your weekend؟ كيف كانت عطلة نهاية الأسبوع بتاعتك. طيب هننزل ونشوف. عندنا بعض الكلمات المهمة جدا اللي لازم نذاكرها ونحفظها علشان نضمن ان احنا نجيب اعلى الدرجات. طيب ممكن تكون بعض الكلمات صعبة عليك، بس انا هقولها لك بطريقة تكون سهلة وبسيطة تقدر تحفظها بسهولة. نبدأ بأول كلمة. عندنا aquarium. what the meaning of aquarium؟ او ايه معنى aquarium؟ زي ما واضح في الصورة هنا، حوض سمك. طيب انا عايزك تردد ورايا aquarium. شاطر. طيب next او الصورة اللي بعد كده as you can see او زي ما انت شايف هنا sports center. يعني ايه؟ طبعا جاية من اسمها وسهلة جدا، يعني مركز رياضي. تمام. funfair، ثالث صورة معانا funfair. يعني ايه funfair؟ زي ما انت شايف بالظبط في الصورة دي اللي هي ملاهي. طيب رابع صورة ورابع كلمة معانا ممكن تكون جديدة عليك ومش عارفها خالص او اول مرة تسمعها. planetarium. طب يعني ايه planetarium؟ زي قاعة ناس بتقعد فيها تشوف حاجات تخص النجوم او الفضاء، جاية من اسم planet يعني كوكب. تمام. قرر ورايا او repeat after me. planetarium. thank you. طيب نخش على الصورة اللي بعد كده اللي هي football stadium. يعني ايه؟ جاية من اسمها واكيد انا عارف ان انتوا عارفينها كويس جدا، معناها استاد كرة قدم. فوتبول ستاديوم، فوتبول يعني كرة قدم وستاديوم يعني استاد. ممتاز. طيب نخش على الصورة اللي بعد كده. بولينج alley. يعني ايه؟ يعني صالة البولينج. زي ما احنا شايفين الولد ده ماسك كرة البولينج وهو في صالة البولينج. تمام. بعد كده ميوزيوم يعني متحف، زي ما انت شايف في الصورة ميوزيوم. طيب كويس جدا. عندنا هنا زي ما احنا شايفين جايب لك موبايل، 2 اصحاب بيكلموا بعض، عايزين نقرأ المحادثة اللي ما بينهم ونقدر نستنتج او نشوف الحاجات المهمة اللي نقدر نذاكرها. طيب what did you do last weekend؟ حد منكم يقدر يقول لي احنا استخدمنا هنا زمن ايه؟ احنا هنا استخدمنا زمن الماضي البسيط past simple. thank you very good. طب ليه عرفنا منين؟ طبعا عشان did وعلشان كلمة last. احنا خدنا قبل كده الماضي البسيط بس هنراجع عليه وهناخده مرة كمان. طيب هنا سأله هنقول تاني what did you do last weekend؟ طيب هنا رد عليه I watched a football match. برضو رد عليه في زمن الماضي البسيط، اكيد مش هينفع يسألني في زمن الماضي البسيط وانا ارد عليه في زمن تاني. I watched a football match. watched اللي هو التصريف التاني من watch. تمام. هنا واحد تاني بيقول I rode on the big wheel. rode اللي هو التصريف التاني من ride اللي هو يركب. I rode on the big wheel. تمام. هنا واحد قال I saw an exhibition about dolphins. طب ايه exhibition دي؟ ممكن تكون كلمة صعبة او تقيلة عليك. exhibition معناها عرض. exhibition. تمام. قرر ورايا exhibition معناها عرض، يعني هو بيقول انا شفت عرض عن الدولفين. حد تاني بيقول I looked at the stars. انا بصيت للنجوم. طبعا شاف الستارز فين؟ planetarium اللي خدناها من شوية planetarium. طيب بعد كده واحد بيقول I went bowling. تمام، يعني راح يلعب بولينج. بعد كده اخر واحد بيقول I played tennis. طبعا سهلة جدا، تنس اللي هو التنس. تمام. I played tennis، انا لعبت تنس.
دلوقتي عندنا بعض الكلمات المهمة جدا اللي المفروض نذاكرها ونحفظها كويس، اللي هتساعدنا نتقن الليسون ده كويس جدا، واي سؤال يجيلنا فيه نقدر نحله بكل سهولة. طيب انا عارف ان هم ممكن يكونوا يعني كتير شوية، بس انا عارف انك تقدر، عشان ان شاء الله في الامتحان مفيش اي حاجة تقف قدامك. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. عندنا اول كلمة خدناها aquarium، خدناها اللي هي معناها معرض الاحياء المائية او زي حوض سمك. aquarium تمام. تاني كلمة اللي هي تحتيها على طول اللي هي bowling alley برضو خدناها اللي هي معناها صالة البولينج. بعد كده diary معناها مذكرة يومية او مذكرات يومية. diary تمام. ونركز في النطق diary مش ديري، لا diary. طيب بعد كده ديناصور، سهلة جدا اكيد كلكم عارفينها اللي هو الديناصور. دولفين برضو اكيد سهلة جدا كلكم عارفينها اللي هي الدولفين. انا عايزك تردد ورايا كل كلمة عشان تنطقها صح وتثبت في مخك. بعد كده exhibition معرض exhibition تمام. فوتبول ستاديوم دي برضو خدناها سهلة جدا. نخش على الصف التاني. فانفير معناها ملاهي خدناها. ميوزيوم يعني متحف. بلانيتاريوم يعني مبنى اللي هو القبة السماوية، او زي ما شرحت لكم قبل كده المكان اللي الناس فيه بتقدر تشاهد المجموعة الشمسية او الكواكب او النجوم تمام. بلانيتاريوم. بعد كده مركز رياضي اللي هو سبورت سنتر. بعد كده ستاتيو اللي هو تمثال ستاتيو. بعد كده ويك اند اللي هي عطلة نهاية الاسبوع. ويل يعني عجلة. بعد كده عندنا aged معناها ايه؟ بالغ من العمر. aged تمام. طبعا كلنا عارفين كلمة age معناها سن او عمر، فما نحط لها دي هتبقى aged اللي هي بالغ من العمر. dark يعني ظلام او مظلم. nervous معناها عصبي او متوتر. nervous. طيب الصف اللي جنبه كانتين المدرسة school canteen سهلة جدا نفس الاسم school canteen تمام. تحتها school uniform معناها الزي المدرسي school uniform. swimming pool يعني حمام سباحة swimming pool تمام. عندنا كلمات إضافية برضو سهلة جدا وهتساعدنا إن شاء الله نفهم أي جملة تجيلنا. area منطقة. fantastic رائع. photos صور. shark سمكة قرش. تنس اللي هي التنس طبعا. طيب كوكب الأرض the earth. حوت whale. أي مكان أو أي الأماكن اللي لما تيجي تسأل which places مفضل. favorite. طيب ننزل بعد كده beach ball يعني كرة الشاطئ. beach ball تمام. exciting يعني مثير. exciting تمام. بعد كده عندنا friendly ودود. friendly جاية من friend تمام. بعد كده great يعني عظيم. great. history تاريخ. hope يأمل. الصف التاني most of معظم. most quite إلى حد ما. really حقا. smiley face وجه مبتسم جدا. smiley جاية من كلمة smile. آخر كلمة معانا together معناها معا أو سويا. together. طيب عندنا هنا بعض الملاحظات اللغوية أو بعض language expression أو التعبيرات اللي هتساعدنا ممكن تجينا عليها choose أو اختار، فتقدر تختار الإجابة الصحيحة. طيب عندنا هنا go بيجي معاها bowling أو swimming تمام. يعني ايه بقى لو قلت go bowling يذهب للعب البولينج، أو go swimming يذهب للسباحة تمام. فجو بيجي معاها bowling أو swimming. طيب have a haircut معناها يقص شعره هذا haircut، أو have a maths lesson يعني ياخد حصة رياضيات، أو have breakfast or dinner أو dinner يتناول الإفطار.
فهمت بقى قصدي؟ يعني انا لما اجي اقول لك مثلا اختار مثلا have swimming ولا go swimming، طبعا ان احنا خدناها تبقى go swimming. طيب have a haircut ولا go a haircut، هتبقى have a haircut. تمام. طيب بعد كده do بيجي معاه do activities يعني يؤدي أنشطة، do homework يعني يؤدي الواجب المدرسي. تمام. do homework أو do activities. طيب بعد كده الصف ده meet my best friend, play tennis, take a bus, watch a football match. كل ده لازم يتحفظ طبعا. meet my best friend يعني أقابل صديقي المفضل، play tennis ألعب التنس، يأخذ الأتوبيس اللي هي take a bus، بعد كده watch a football match يشاهد مباراة كرة القدم. تمام. what a fantastic weekend معناها ايه الجملة دي؟ يا لها من عطلة أسبوعية رائعة. طيب جميل جدا. عندنا هنا go shopping برضو، يعني احنا قلنا go هنا bowling و swimming، هنا go shopping. تمام. و make a decision. make a decision what the meaning of make a decision يعني او معنى ايه make a decision؟ معناها يتخذ قرار. طيب عندنا هنا ال prepositions. يعني ايه preposition؟ يعني حروف الجر. برضو دي لازم تتحفظ. انا عارف ان في حاجات كتير عليك هتحفظها، بس معلش دي حاجات هتفيدك وهتنفعك علشان انا عايزك تجيب اعلى الدرجات. طيب preposition اللي هي حروف الجر. طيب عايز تقول في المطعم at the restaurant. restaurant طبعا معناها المطعم restaurant at the restaurant. تمام. طيب عايز تقول في فترة بعد الظهيرة in the afternoon. in the afternoon in. تمام. في المساء in the evening يعني في ال afternoon و evening خدنا معاهم in. تمام. عايز اقولك يستمع الى الموسيقى listen to music. listen to music. طيب الصف التاني look at the stars ينظر الى النجوم look at the stars. تمام. move to ينتقل الى to. ride قلنا يعني يركب ride or go on the big wheel يركب عجلة الملاهي. تمام. يبقى ride on or go on the big wheel. تمام. طيب عايز تسأل تقول مانوا what kind of. what kind of ناخد بالنا. طيب عندنا تعبير تاني بيقول at the end of في نهاية at the end of. تمام. تاني واحد decide to بيجي بعديها infinitive يعني المصدر يعني الفعل بدون إضافة أي شيء. decide to plus infinitive. طيب هنا frightened of يعني خائف منه. ماشي. عايزك تقلدني في نطق وتنطق ورايا عشان الكلام يثبت في دماغك. يساعد فيه help with. تمام. in the morning في الصباح. on a birthday معناها في عيد الميلاد. وخلي بالكوا on بتيجي قبل الأيام عموما. birthday ده يعتبر يوم عيد الميلاد، فطبعا أو يوم عيد ميلادك فمستخدمنا on. تمام. ممكن أقول on Saturday on Sunday. تمام. فon بتيجي قبل الأيام عموما عشان ما تتلخبطش. طيب هنا عندنا بعض الأفعال هناخدها سهلين جدا. هناخدها في البريزنت وفي الباست صيغة الباست والباست بارتيسيبل. هناخد الثلاث صيغ ليهم علشان برضو نقدر نفهم الجملة ونقدر نحل. طيب find out ده فعل مركب معناه ايه؟ يكتشف. تمام. طيب find الماضي بتاعها found والباست بارتيسيبل found يبقى هتبقى find out found. طيب go سهلة جدا واكيد كلكم عارفينها went gone. طيب have أو has احنا طبعا عارفين ان have تستخدم مع I, we, they, you و has he أو she أو it. تمام. الماضي had والpast participle had. طيب معناهم كلهم يملك أو يتناول. طيب يغادر أو يترك leave الماضي بتاعها اللي هي past simple هي تبقى left. الpast participle left. شطار. طيب عندنا buy يشتري bought الماضي bought والpast participle bought. drive اللي هو يقود drove driven. تمام. وبعدين عندنا teach اللي هو يعلم. تمام. أو يدرس taught. طيب عندنا هنا حاجة بسيطة جدا وسهلة. عندنا حاجة اسمها synonym و antonym. طب يعني ايه ده؟ synonym يعني كلمة مرادف كلمة تانية.
او بتحمل نفس المعنى synonym. طب antonym كلمة عكس الكلمة، زي هنا هنشوف المثال fantastic معناها رائع. طيب ايه السينونيم بتاعتها او ايه الكلمة اللي بتحمل نفس المعنى؟ amazing اللي هي مدهش نفس المعنى. طب عكسها اللي هي الانتونيم اللي هي terrible معناها فظيع terrible. طيب عندنا هنا nervous معناها عصبي او متوتر. تمام، ايه الكلمة اللي بتحمل نفس معناها؟ anxious. طيب ايه الكلمة بقى اللي عكسها؟ calm والال silent هنا، quiet يعني هادئ. تمام، مثير exciting. هنا الكلمة اللي بتحمل نفس المعنى interesting شيق. طيب عكسهم boring يعني ممل او unexciting ممل برضو. friendly ودود kind طيب يعني الاتنين نفس المعنى. unfriendly يعني غير ودود. طيب عندنا هنا اخر حاجة معانا سهلة جدا suffix. ايه السافكس دي اضافات الكلمة اللي بتضاف لها في الاخر او بتغير معنى الكلمة او بتدينا كلمة جديدة. طيب زي ايه؟ expect معناها يعرض. لو حطينا لها ION هتبقى exhibition اللي احنا خدناها قبل كده اللي هي معناها معرض. طيب excite يثير لو حطينا لها ING هتبقى exciting. تمام، اللي هي مثير تتحول لكلمة. طيب friend لو حطينا لها LY هتبقى friendly. تمام، اللي هو ودود. friend صديق لو حطينا لها LY هتبقى friendly اللي هي ودود. طيب البرفكس اللي هو بقى ايه؟ البرفكس اللي بتتحط قبل الكلمة. احنا قلنا السافكس اللي هي بتتحط بعد الكلمة، هنا البرفكس اللي هي قبل الكلمة. زي كلمة form معناها شكل او نوع، لو حطينا قبلها يوني تبقى uniform اللي هي زي موحد. بعد كده عندنا يعني بعض اللانجوج نوتس او بعض الحاجات نقدر نقول لازم نلاحظها عشان لو جات لنا في اي سؤال نقدر نحلها. طيب عندنا but، كلنا عارفين معنى كلمة but اللي هي معناها لكن، وتستخدم للتعبير عن التناقض. طيب for example او ناخد example I wanted to go to the fun fair but my brother wanted to go to his favorite restaurant. انا كنت عايز اروح للملاهي ولكن اخويا كان عايز يروح المطعم المفضل لي. تمام، قلنا هنا بعض عشان التناقض. طيب so نستخدمها معناها لذلك، تستخدم للتعبير عن النتيجة. طيب for example او مثال I love my brother so we went to his favorite restaurant. احنا قلنا هنا اول واحدة ان اخوه كان عايز يروح فين؟ restaurant his favorite restaurant. فهنا بيقول لك انا بحب اخويا لذلك. تمام، قلنا للتعبير عن النتيجة I went to his favorite restaurant، مع ان هو كان عايز يروح الفان فير بس هو راح عشان بيحب اخوه. طيب الاكسبريشن اللي بعد كده او التعبير اللي بعد كده take، بعديها وقت، بعديها to، بعديها infinitive. كل ده بيجي معنى ايه؟ كلمة يستخرج. طب يعني ايه؟ انا مش فاهم حاجة كده يا مستر. طب نشرحها مع بعض. احنا قلنا take it took، احنا هنا took اللي هي الماضي بتاع take. تمام، it took 3 هنا take اهي. تمام، اللي هي بقت took. وقلنا وقت 3 hours ادي وقت it took 3 hours to drive from our old house in Cairo to the new one. يعني بيقول لك استغرق 3 ساعات عشان نمشي او استغرق عشان نقود من منزلنا القديم في القاهرة لمنزلنا الجديد. فين بقى التعبير took اللي هي او take؟ تمام، ده دلوقتي اللي هي 3 hours to infinitive اللي هي drive، يبقى it took 3 hours to drive. تمام، ده استغرق. تمام، 3 ساعات. تمام، عايزك برضو تحفظها. عندنا بعد كده التعبير اللي بعد كده buy plus something او شيء for شخص، يعني معناها بتشتري حاجة لشخص. طيب هنشوف example عشان نفهم اكتر. mom and I went shopping، انا وماما ذهبنا للتسوق to، تمام، buy a new school uniform. buy اهي شيء اللي هو a new school uniform اللي هو لبس المدرسة جديد. for me احنا قلنا اشترينا شيء لشخص اللي هو هنا buy a new school uniform for me. جميل جدا. عندنا بعد كده عايز تقول مع من؟ who، بعد كده with. طب example عشان توضح اكتر. who did you go shopping with؟ عايز تقول رحت مع مين، فهنقول who did you go shopping with. who did لان احنا بنسأل في الماضي. you go shopping with رحت مع مين، نحط who في الاول و with في الاخر. تمام، who did you go shopping with. طيب ولد was a were born.
تمام. زي my son was born in 2006 يعني ابني اتولد في سنة 2006. أو my cousin were born in 2009 تمام. أو ابن عمي اتولد في 2009 تمام. was أو were born يعني ولد تمام. is called أو called يعني إيه؟ is called معناه يسمى أو يدعى تمام. my friend is called ياسين، صديقي اسمه ياسين. طيب called بقى معناها الذي يسمى. I have a new neighbor called Mr. أحمد تمام. طيب neighbor يعني ايه؟ neighbor يعني جار. I have a new neighbor called Mr. أحمد تمام. آخر حاجة معانا زي ما قلنا قبل كده on بتيجي مع الأيام أو التواريخ. طب for example أو مثال I went to Sammy's house، رحت المنزل سامي on Saturday يوم السبت تمام. مثال تاني they moved on Saturday 7th May يعني هما مشوا أو انتقلوا on Saturday 7th May يعني قبل التواريخ والأيام بنستخدم on. ركز جدا في الحتة دي. طيب احنا كده خلصنا الليسون الأولاني ودخلنا خدنا بعض حاجات من ليسون 2 تمام. أنا عارف أنا طولت عليكم بس حبيت أديكم كل حاجة بالتفصيل ما فوتش أي حاجة عشان أنا عايز كل واحد فيكم يجيب أعلى الدرجات. دلوقتي في دقيقة واحدة أو أقل من دقيقة إن شاء الله هنحل التاسك ده أو الكويز دي بسرعة. نقدر إيه نحلها في دقيقة واحدة مع بعض just 4 question أو 4 questions أو 4 أسئلة، مش ياخدوا مننا وقت عشان بس يعني المعلومات تثبت في مخك. طيب عندنا هنا أول واحد بيقولك it was raining بعد كده نقط we couldn't go out. طيب عندنا هنا 4 اختيارات because although so but. هديك ثانية تفكر. احنا قلنا ايه؟ so بتعبر عن النتيجة. طيب it was raining ان هي كانت بتمطر so لذلك we couldn't go out احنا معرفناش او لن نتمكن من الخروج فهنختار C اللي هي so. طيب number 2 it took 2 hours نقط my homework. فكر. احنا قلنا it took اللي هو take plus مدة زمنية 2 hours. قلنا بعد كده ايه؟ to plus infinitive يبقى هتبقى الإجابة A to finish. هتبقى it took 2 hours to finish my homework. yes perfect. طب number 3 عندنا بنقول ايه؟ they moved to a new house. ده ايه؟ ده يوم يبقى هنستخدم ايه؟ on. yes شاطر. طيب اخر واحدة معانا النهاردة my best friend called calling calls is called احنا قلنا ايه؟ يسمى يبقى is called. yes اللي هي دي اخر واحدة. طيب thank you very much. I hope you understand my lesson. يعني اتمنى لكم ان انتوا تكونوا فهمتوا الدرس ده، ولو في اي استفسار انا هسيب لكم رقمي البرايفت تحت في الوصف بتاع الفيديو تقدروا تتواصلوا معايا وانا هرد عليكم بنفسي اي استفسار او اي حاجه مش واضحه. اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه. شكرا جدا لوقتكم واتمنى لكم التوفيق دائما.